ده خبر لسه طالع من ساعه وانتشر على تويتر. الكونجرس الامريكي يصدم العالم. الكونجرس الامريكي بيصدم العالم. عمل ايه بقى الكونجرس الامريكي؟ في نائب جمهوري اسمه توماس ماسيو، ده نائب مشهور في امريكا، كتب على منصته: اخيرا تم موافقه الكونجرس عن الافراج عن مذكرات جيفري إبستين. مين جيفري إبستين؟ ده الراجل الساري اللي مات في السجن، اللي كان عنده جزيره بيحط فيها البنات الصغيرين وبيعزم زعماء ورؤساء واهم الشخصيات في العالم علشان يقضوا ليالي حلوه حمراء على الايه؟ على الجزيره دي. الراجل ده كل ما تطلع مذكره او تطلع او يتم كشف عن ايميل من ايميلاته تطلع فضيحه. ليه بقى؟ لان بيتسرب في المذكره دي اسم واحد، شخصيه مهمه. انت متخيل بقى كل واحد يا ترى مين من الناس المهمه سواء في الشرق الاوسط او في دولنا العربيه او على مستوى العالم ممكن يطلع له علاقه بالراجل ده وكان بيروح الجزيره. على سبيل المثال بيل كلينتون عرفوا انه راح الجزيره دي 50 مره. 50 مره، واخد بالك انت ازاي؟ فالنهارده الكونجرس بالاجماع بعد طبعا يعني غصب عن عين ترامب، لان ترامب ما كانش موافق خالص، فالكونجرس النهارده بالغالبيه الكاسحه وافقوا ان يتم الافراج عن المذكرات دي. تمام؟ الكلام ده طبعا هيضايق دونالد ترامب، ولكن هو مش هيقدر ما يوقعش. ليه؟ هو لازم يوقع. ايوه، وزاره العدل الامريكيه مش هتقدر تنفذ قرار الكونجرس الا بعد ما القرار ده يطلع للرئيس، والرئيس ايه؟ يوقعه عشان يتم تنفيذه. فلما سالوا ترامب قالوا له هتوقع؟ قال لهم هوقع. ليه بقى؟ هو ما يقدرش ما يوقعش. هو ما يقدرش ما يوقعش، لان ده المجلس، ده الكونجرس كله جمهوريين وديمقراطيين. هيحكم ازاي؟ هيحكم ازاي؟ مش هيعرف يحكم، لان دول اللي بيوافقوا ودول اللي بيرفضوا ودول اللي بيمشوا قرارات ودول